أهلا بكم كعضو وناشط في حركة 17 فبراير. أنا فخور بأنني قادر على دعم الصوت الحرية وحقوق الإنسان أينما ارتفع، ومحاولة تحقيق الحرية لشعبي المظلوم وتشجيع من حولنا للوقف ضد الظلم. وللأسف سمعنا خبر استشهاد الصحفيين 2 في الأيام الماضية، وتم استهدافهما من قبل الدكتاتوريين بمساعدة القوات الكردية والعراقية والإقليمية. جريمتهم الوحيدة أنهم طالبوا بالحرية وكانوا صوتا شجاعا ضد انتهاكات السلطات العراقية والإقليمية. ومن الواضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الأصوات الحرة وقمعها في العراق وإقليم كردستان. لكن الخبر السار هو أننا لسنا خائفين من القتل والاعتقال، ولا يمكنهم إيقافنا. لقد أعلنا ثورة عظيمة ضد الظالمين، وهي تتوسع يوما بعد يوم، وسنكشف فساد النظام ونحمي حقوق الإنسان والحريات. في ذكرى خيانة 31 آب الكبرى وبيع إقليم كردستان وحرب الأخوة، ندين مرتكبيها ونطالب بمحاكمتهم. خيانة 31 آب تجاوزت كل الحدود الأخلاقية والدينية، وسقط مئات القتلى وآلاف القتلى والجرحى، ودمرت عشرات المناطق، وتحول البرلمان كردستان إلى مكان توقف فيه الأسلحة، الخزي والعار للخونة والقتلة لأبناء الإكراد والعراقية والسلطات الفاسدة. وشكرا لكم.